يا هلا بالعودة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده النهارده هيكون تحت عنوان ما تغلطش غلطتي في ثانويه عامه. النهارده باذن الله هقول لكم على اكتر الحاجات اللي انتم المفروض ما تقعوش فيها في ثالثه ثانوي، واهم الحاجات اللي انتم دايما تخلوها قدامكم كده وفي دماغكم دايما، عشان كده تبداوا السنه بحماس وتفضلوا مستمرين على هذا الحماس لاخر السنه. فيا ريت تكملوا الفيديو ده للاخر. ولو اول مره بتشوفوني فانا ولا هشام، بعمل محتوى تمريضي احيانا ومحتوى تعليمي اغلب الوقت، فيا ريت تشتركوا في القناه عشان دايما هتلاقوني بنزل نصايح ودايما بنزل جداول وكمان بنزل اغلب الوقت فلوجات، فبنشجع بعض على المذاكره وكده. فاعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. حاسه ان انا بقول فيها كتير فاعذرونا عشان اول مره اسجل فيس تو فيس للكاميرا. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه عايزه اتكلم فيها النهارده في الفيديو بتاعنا وهي اهميه ثالثه ثانوي. ثالثه ثانوي يا جماعه هي سنه تحديد مصير، ولكن مناهجها والسنه ذات نفسها زي اي سنه دراسيه احنا خدناها قبل كده، ولكن بتختلف في انها تحديد مصير، لان السنه دي اهميتها بتكمن في ان احنا طبعا زي ما احنا عارفين بنختار المجال اللي احنا هنتخصص فيه بعد كده واللي احنا هنكمل فيه ال 40 او ال 50 سنه الجايين. فلازم ناخد السنه دي بجد ونذاكر وما نتهاونش. يعني باختصار كده لازم نذاكر ونهتم من اول السنه لحد اخرها، لان كل ثانيه وكل لحظه بتفرق في ايه؟ في المجموع بتاعنا، وبتفرق في مذاكرتنا ووقتنا. ومفيش وقت خالص عند اي طالب في ثالثه ثانوي او في ثانويه عامه انه يضيعه، مفيش اي وقت. عشان كده لازم تعرف ان ثالثه ثانوي سنه تحديد مصير وسنه مهمه جدا. فدايما حط في دماغك ان ثالثه ثانوي هي التخصص اللي انت عاوز تدخله وهي المجال اللي انت حابب تكمل فيه حياتك بعد كده. نيجي لتاني اهم حاجه معانا مهمه النهارده في الفيديو ده، وهي اهم حاجه طول السنه لازم تكون قدامك، وهي انك لازم تحدد هدفك. لازم يكون قدامك هدف زي مثلا انك تدخل كليه الطب او كليه العلاج الطبيعي او كليه الهندسه او اي كليه، سواء حتى اداب او ألسن. الكليات دي لازم تكون قدامك كده، كليه من الكليات دي او هدف من الاهداف دي يكون قدامك طول السنه عشان تبذل اقصى مجهود عندك، وكل ما تستسلم او تيأس تفتكر الهدف ده وتكمل تاني وتشتغل على نفسك اكتر. وعاوزك كمان ان الهدف ده دايما يكون دافع داخلي ليك، ولازم تحدد هدفك عشان تبقى عارف انت هتحتاج مجموع قد ايه وتحتاج تتعب قد ايه. لو انت محدد هدفك هتعرف انت لازم تتعب ولازم توقف امتى. وطبعا كلنا عاوزين اعلى نسبه، فمستحيل ان احنا نوقف وهنبدا نبذل اقصى مجهود لحد اخر يوم في السنه، من الوقت لحد اخر يوم في السنه عشان نوصل للنسبه اللي احنا عاوزينها، عشان بعد كده ما نضطرش ان احنا نقبل باقل من اللي احنا عاوزينه او اقل من الكليات اللي احنا عاوزينها من الاول. تالت حاجه معانا من الفيديو ده مهمه النهارده، وهي الصحاب والناس السلبيه. نحاول نبعد عن اكتر الناس السلبيه اللي بتسبب لنا طاقه سلبيه في حياتنا. يا ريت تبعدهم خالص، تتلاشاهم، تبعد عنهم وتتلاشاهم خالص، وما تحاولش ان انت تجتمع معاهم في اي حاجه، في اي دروس، في اي وقفه، في اي مكان، ان شاء الله حتى تجمع عائلي. لازم تبعد عن الاشخاص السلبيين اللي بيسببوا لك طاقه سلبيه، وتخليك دايما مركز على هدفك، لان الناس السلبيه حتى لو بتتكلم قدامك كده وبتقول اي كلام، فالكلام ده هيخليك شخص مهمل وشخص مش بيذاكر كويس او مهمل في المذاكره، وهتقول ايه يعني مش ضروري اذاكر او اذاكر اخر شهرين وخلاص وبعدين اجيب مجموع عالي. مفيش الكلام ده، ومفيش حد مش بيذاكر في ثالثه ثانوي. كل العيال بتذاكر في ثالثه ثانوي وكل الطلبه يعني بتذاكر في ثالثه ثانوي، بس في ناس اللي هي بتحب بس ايه تحوش العين عنهم. طبعا احنا عارفين ان النوعيات دي مفيش حد مش عارف الناس دي، بس هم بيحبوا يحبطوا غيرهم. يعني هم مش بيذاكروا بس ويسكتوا، لا هم بيحبوا يحبطوا غيرهم. فابعد عنهم كل البعد، مالكش دعوه باللي ذاكر باللي ما ذاكرش، خليك في نفسك وخليك في المواد بتاعتك والمناهج بتاعتك والهدف بتاعك. مالكش دعوه باي حد ولا اي ناس سلبيه، لان الناس دي هتدمر لك الشغف بتاعك او حبك للمذاكره، وهتخليك دايما كده محبط ومش عاوز تذاكر ومقفول من المذاكره. تمام؟ فابعد عن الناس السلبيه. وكمان عاوزه اقول لك ان الناس مش بتلحق تنام 8 ساعات على بعض في ثالثه ثانوي من كتر الحاجات اللي عليها او من كتر المذاكره. في ناس مش بتنام. محدش بقى يقنعك ان هو مش بيذاكر وهيذاكر اخر شهرين وهيجيب زي اللي ذاكر من اول السنه، مفيش الكلام ده. لازم تبدا تذاكر ولازم تجتهد وتبعد عن الناس السلبيه. نيجي بقى الرابع اهم حاجه معانا في الفيديو النهارده، وهي اهم الحاجات اللي المفروض تكون على المكتب بتاعك او معاك خلال السنه. اول حاجه هتكلم معاكوا فيها وهي اهم حاجه، يعني ممكن في ناس بتستهتر بيها. تمام؟ طبعا كلنا حجزنا الدروس دلوقتي وكلنا عرفنا المواعيد بتاعتنا، وكلنا طبعا بقى عندنا كده اللي هو المواعيد كلها من متكدسه او ملانه. تمام؟ زحمه مواعيد او زحمه في الوقت. فاهم حاجه معاك ان انت تبدا على طول تكون معاك نوت بوك زي دي. ثانيه واحده. نوت بوك زي دي كده تكون معاك طول السنه، وتبدا على طول تكتب فيها كل الحاجات، كل المواعيد وكل الكويزات وكل مواعيد الدروس والامتحانات اللي هي عليك، تكتبها في النوت بوك دي وهي صغيره، بتحطها على المكتب بتاعك وتحط في الشنطه بتاعتك دايما. المستر قال في الحصه مثلا لو انت بتاخد دروسك اوف لاين، المستر قال ان الحاجات دي ان الحصه الجايه باذن الله يعني هيكون في امتحان، تكتب عشان تذاكر الامتحان وتكون عامل التو دو ليست بتاعتك وتبقى عارف هتذاكر ايه الاسبوع ده وايه الحاجات اللي انت هتاجلها او اللي انت هتذاكرها. تمام؟ ويكون فيها كل المواعيد وكل التغييرات بتاعتك دايما. دي اول حاجه. تاني حاجه هتستخدمها وهتريحك كتير جدا على المكتب بتاعك ولازم دايما تكون موجوده معاك، وهي الاباجوره او اللمبه اللي بتبقى موجوده كده في اباجوره وبتحطها على المكتب بتاعك. ثانيه واحده اوريها لكم. ثانيه واحده. انا بصوا مشغلاه في وانا بصور. بصوا شايفينها؟ لونها بينك طقمه معايا. المهم بصوا، هي بتشتريها مثلا في اسعار 150 200 250 وانت طالع، مش هتلاقي اغلى من كده، بس هي بتعيش كتير جدا. يعني بتفضل معاك كتير ومش يعني مش بتبوظ كل شويه، وبتفضل يعني حاجه عمليه جدا زي ما انتم شايفين، وبيبقى معاها الفيشه بتاعتها وكده، وبتشغلوها بقى وبتذاكروا عليها عشان تريح عينيكم طول السنه، وبجد هتفرق جدا معاكم.
ولازم تكون معاكم اباجوره طبعا، لانها يعني مريحه جدا للعين ومش هتقدروا تستغنوا عنها حتى لو اللمبه بتاعه الاوضه كويسه او الاضاءه كويسه. فانتوا هتحتاجوا دي اساسيه معانا، تمام؟ فاشتروا دي، هتفيدكم كتير جدا وصدقوني هتدعوا لي. تالت حاجه معانا النهارده وهي كشاكيل، وانتوا بتشتروا الكشاكيل بتاعكم يا ريت يبقى طولها متوسط، تمام؟ يعني في الطول يبقى كده. انا مش عارفه اقول لكم ايه، بس هوريكم الكشكول اللي انا استخدمته، يعني جاب معايا نتيجه. ثانيه واحده بس. بصوا كده، شايفين الحجم ده؟ ثانيه واحده عشان في ورق. الحجم ده كده، الحجم ده متوسط وفي نفس الوقت ورقه كبير، تمام؟ الورق بتاعها كبير قوي، فتقدروا تكتبوا فيه كل حاجه انتوا عاوزينها لكل ماده، وفي نفس الوقت تقدروا تحلوا فيه لكل المواد، وفي نفس الوقت تقدروا تشتروه برده. وتقدروا تاخدوه في كل الدروس، وسواء بقى كنتوا اوفلاين او اونلاين، فده هيفيدكم كتير في كل ماده. او حتى لو انتوا عاوزين تجيبوا كشكول مثلا، لو في ماده صغيره مثلا تجيبوا لكل مادتين مثلا مع بعض، ممكن يكونوا كشكول. لكن في مواد عايزه كشكول من اول السنه لاخرها يكون في كل الملاحظات وفي كل حاجه مكتوبه في الكشكول ده، عشان ايه؟ ما نحتارش تاني او نقعد نبدل في الكشاكيل ويضيعوا مننا، تمام؟ فالكشاكيل دي مهمه جدا ان انت تجيبها بالحجم ده، ما تجيبش اكبر من كده، لانه بيبقى بيتقطع مع الوقت، وكمان يعني لو هو بتشتري كتير او كده او بتذاكر منه كتير بيبقى تقيل، تمام؟ فركزوا في الحجم ده. نيجي بقى للمدرسين والدروس والمواد. طبعا كلنا حجزنا الدروس بتاعتنا سواء اوفلاين او اونلاين، وقررنا خلاص المدرسين اللي احنا هنبدا ناخد معاهم. فحابه اقول لكم انكم لازم في اول شهر تبداوا على طول تجربوا كل المدرسين اللي انتوا حجزتوا معاهم. لو في مدرس يعني مش فاهمين منه او في مشاكل في الفهم او كده، او المكان اللي انتوا فيه، يا ريت تغيروه بسرعه في اول شهر وتدوروا على مدرس تاني تجربوه، ولو المدرس ده عجبكم تستقروا معاه لاخر السنه، تمام؟ لان شهره المدرس مش هتفيدكم في حاجه، اللي هيفيدكم ان انتوا تفهموا المناهج اللي انتوا رايحين عشانها، وانتوا طبعا رايحين عشان تفهموا المناهج دي مش عشان شهره المدرس. فبلاش نختار المدرس على اساس صاحبك اللي رايح عنده او ابن خالك اللي كان عنده السنه اللي فاتت. مالكش دعوه، انت ليك بالمدرس ده انك تفهم منه بس ومش اكتر، يعني انك تفهم منه وتعرف تطبق معاه ومرتاح لطريقه شرحه، فروح عنده على طول. مش كده او غير كده ما تروحش عند المدرس ده، وغير المدرس حالا عشان تعرف تحل وتعرف تستمر لحد اخر السنه، وما ترجعش تندم تاني او تقعد تغير في المدرسين واحنا خلاص بدانا دخلنا في نص المناهج. فما ينفعش، من اول شهر كده تبدا تجرب المدرسين وتشوف ايه الانسب ليك وايه المدرسين اللي هينفعوا معاك او اللي انت بتفهم منهم او انت بترتاح معاهم في الشرح، تمام؟ ده بالنسبه للمدرسين. وبلاش تاخد درسين في كل ماده، ده غلط كبير جدا. كل ماده لها مدرس واحد ودرس واحد بس، عشان الوقت اللي عندك وعشان طاقتك وعشان مجهودك وعشان تعرف كده تدي لكل ماده حقها، فلازم تاخد درس واحد بس. مدرس واحد بس كفايه انك تفهم منه وانك تحل معاه وانك تراجع كمان معاه. غير كده مفيش. ليه؟ لان المدرس عليه 50% وانت عليك 50%، ونفسي كمان اقول لك ان المدرس عليه 20% مش 50%، بس خايفه المدرسين يزعلوا كده. المدرس عليه 50%. ليه؟ لانه مثلا هيشرح لك وكده، لو انت بس انت عليك مجهود اكبر لانك لسه هتراجع وتفهم من المدرس وتروح تحل وتذاكر، تمام؟ وتذاكر وتعيد وتراجع اكتر من مره في اللي انت حفظته واللي انت ذاكرته من ورا المدرس ده. فبلاش تاخد درسين. الماده اللي انت مش فاهمها يا ريت تروح لمدرس واحد بس، ولو احتكم الامر ممكن تروح ايه؟ لمدرس خصوصي او مجموعه خصوصي وتفهم منها. غير كده ما تروحش اي حاجه او ما تروحش غير في ماده واحده بس، في كل ماده يعني درس واحد بس مع مدرس واحد، عشان تبدا ان انت تفهم كده وتوفر وقتك وطاقتك. وبلاش ايه تلف على السناتر او اوفلاين وتبدا تغير كل شويه مدرس، والعيب في الماده اصلا او العيب فيك. لازم تبدا تدي الماده وقت اكبر لو هي معصلجه معاك او مش فاهمها، تمام؟ تبدا ان انت تديها وقت اكبر وتذاكر اكتر، مش تروح كل شويه للمدرس او تغير المدرس. هو مدرس واحد كفايه جدا من اول السنه، ولو زي ما قلت لك كده لو حصل وان انت مش فاهم منه ممكن تروح لمدرس تاني، ولو حصل بقى ممكن تاخد خصوصي. كده كده هيبقى بحق الدرسين، تمام؟ بتمن الدرسين فمش فارقه يعني. ثلاثة في المادة، أنا كنت أعرف ناس كانوا بياخدوا 3 دروس في المادة، مش عارفة ليه 3 دروس في مادة والمواد كتير، يعني انتوا ممكن تاخد في مادة درسين والتانية 3، هتجيب وقت منين لكل ده؟ وكل مدرس له طلبات شكل، وانتوا طبعا هتكتشفوا الكلام ده لما تدخلوا. كل مدرس له امتحانات وله كويزات وله واجب وله متابعة مستمرة، فانت هتبقى مطحون. فبلاش. اسهل حل انك تروح للحاجة او الشيخة خديجة المغربية تعمل لك عمل، وان شاء الله تنجح من غير اي مجهود. احسن من المرمطه دي، يعني مش معقول انسان عادي ياخد 3 دروس في ماده او درسين، حرام. وفر وقتك، المهم ان ده يكون شغال وبتذاكر وبتجتهد في الماده وتعرف تحل، ده اهم حاجه. غير كده ده اسمه عك، تمام؟ انا بنصحكم النصيحه دي يعني بعد تجارب كتير في الحوار ده. فبلاش تقعوا في الفخ ده. درس واحد لكل ماده، ولو احتكمت درس خصوصي. ويبقى مدرس واحد بس، مدرس واحد والباقي ممكن تحجز واحد اونلاين عادي، تمام؟ عشان وقتك وعشان طاقتك. فبلاش تاخد درس ودرسين وثلاثه في الماده. انا كنت اعرف ناس كانوا بياخدوا 3 دروس في الماده، مش عارفه ليه 3 دروس في ماده والمواد كتير، يعني انتوا ممكن تاخد في ماده درسين والتانية 3، هتجيب وقت منين لكل ده؟ وكل مدرس له طلبات شكل، وانتوا طبعا هتكتشفوا الكلام ده لما تدخلوا. كل مدرس له امتحانات وله كويزات وله واجب وله متابعه مستمره، فانت هتبقى مطحون. فبلاش. اسهل حل انك تروح للحاجه او الشيخه خديجه المغربيه تعمل لك عمل، وان شاء الله تنجح من غير اي مجهود. احسن من المرمطه دي، يعني مش معقول انسان عادي ياخد 3 دروس في ماده او درسين، حرام. وفر وقتك، المهم ان ده يكون شغال وبتذاكر وبتجتهد في الماده وتعرف تحل، ده اهم حاجه. غير كده ده اسمه عك، تمام؟ انا بنصحكم النصيحه دي يعني بعد تجارب كتير في الحوار ده. فبلاش تقعوا في الفخ ده. درس واحد لكل ماده، ولو احتكمت
درس خصوصي، والباقي ممكن تحجز واحد اونلاين عادي، تمام، عشان وقتك وعشان طاقتك. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا تندرج تحت المدرسين والدروس، وهي وفر وقتك. بلاش تضيع وقتك في اي حاجة او تستهلك وقتك مع ناس مش مهمين او اي حاجة مش مهمة، تمام. طالب ثالثه ثانوي ما عندوش وقت يضيعه، عشان كده قلت لكم درس واحد لكل ماده، عشان الوقت اللي عندك انت مش هتلاقي وقت تنام بالطريقه دي. انت لازم تدي وقت لكل حاجه، للنوم وللاكل، وحتى ان انت تمشي شويه او تتمشى شويه او تخرج تروح عن نفسك شويه. بلاش برضو نخرج خروجات كتير ملهاش لازمه، بلاش نتكلم كتير على الواتس في شتات ملهاش لازمه، بلاش اي حاجه ملهاش لازمه. انت في اللي هو حاجه لدقيقه واحده، احتياج شديد لدقيقه واحده، مفيش اي وقت يضيع. مفيش وقت يضيع، هو اصلا المواد دي كلها والحاجات اللي عليك دي كلها ما فيهاش اللي هو مفر، او ما فيهاش اي حتى كده، ما فيهاش اي سبيس ان انت تتنفس. فبلاش نضيع وقتنا، والوقت اللي عندنا نخليه لنفسنا، ولنفسنا كده نريح صحتنا شويه او نريح نفسنا. بلاش نضيع وقتنا في اي حاجه او مع اي ناس بتضيع وقتنا. انت طبعا عارف واضرب حياتك واضرب الناس اللي هي بتستهلك وقتك على الفاضي، سواء بقى في صراعات، في نقاشات، في اي حاجه. بلاش تضيع وقتك نهائي. افتكر، حطها قدامك كده، انا ما عنديش وقت اضيعه لا في كلام ولا في نقاشات ولا مع اي حد ولا في اي خروجه او في اي مشوار ملوش لازمه. اتعود تقول لا، وتقول لا لاي حاجه مش مناسبه ليك، وما تردش على الشهادات اللي مش مهمه، ويبقى عندك ما يبقاش في شهادات كتير. يعني ماما وبابا واخواتك والعيله المقربه بس، مش ضروري يعني نشات كتير مع الناس، عشان ده بيستهلك من وقتك. والخروجات والكلام ده كله بيستهلك من وقتك. انت محتاج كل دقيقه، محتاج تعلي مستواك في كل المواد، محتاج تعرف نقاط ضعفك وكده. فبلاش ان احنا نضيع وقتنا. ودايما برضو زي ما قلت لكم تحت العنوان برضو وفر وقتك، النوت بوك اللي انا قلت لكم عليها تكون دايما معاكم وتكتبوا فيها كل حاجه، عشان تبقوا عارفين الوقت بتاعكم رايح فين، تمام. وبلاش يا جماعه نخرج خروجات مش كويسه. يعني مش كويسه ازاي؟ نخرج مثلا نروح حجز كوره او نروح حاجه ونحصل لنا مشاكل او كده، او نرجع متدشملين. بلاش، انا بحذركم من الاول. بلاش تحافظوا على صحتكم، يعني لازم تحافظوا على صحتكم وتحافظوا على نفسكم لحد السنه دي ما تخلص، تمام. بعد كده ابقى اعملوا اللي انتوا عايزينه، عشان الدروس والحاجات دي كلها ما تتراكمش عليكم، وكمان تتعبوا نفسيا. فخلي بالكم، وحافظوا على صحتكم وحافظوا على نفسكم، وما تهدروش وقتكم ولا طاقتكم مع اي حد ملوش لازمه، او اي حاجه ملهاش لازمه تقريبا، يعني بوجه عام. اي حاجه ملهاش لازمه نفضوا لها على طول، تمام. عادي روحوا العبوا وروحوا عادي تروح حجز كوره، بس خلي بالك من نفسك او خلي بالك من نفسك، وما تتعبوش كتير او ما تركوش نفسكم في حاجات كتير، ولازم توفروا وقتكم وطاقتكم للمذاكره على طول، تمام. بالنسبه للناس اللي عامله دروسها كلها اونلاين، بجد انتوا ناس جميله، يعني كما قال الشاعر بحب الناس الرايقه اللي بتضحك على طول. يعني حاجه في منتهى الراحه. اي نعم بتتعبوا شويه في تنظيم الوقت وكده، بس الموضوع جميل، تمام. ومفيش فيه اي يعني انت تنزل بقى وتفرهد في نفسك ومواصلات وبتاع، لا هي كده حاجه اخر راحه يعني. فاستمروا، وبجد يعني برافو عليكم لو قادرين تنظموا الدنيا. وبرده لو في مدرس مش فاهمين منه، يا ريت تغيروا المدرس او تحاولوا تشوفوا الطريقه او الغلط اللي انتوا بتعملوه وتصححوا الاخطاء دي، عشان برده تستمروا كده بحماس طول السنه. ولو حكمت ممكن تنزلوا الدرس ده او الماده دي اوفلاين، هيفرق معاكم جدا. وكمان برضو حاولوا ان انتوا تخرجوا من وقت للتاني، تتمشوا او تخرجوا اي خروجه، عشان تفكوا عن نفسكم كده من قعده البيت، لانها بتبقى خانقه، تمام. انك تقعد على طول في البيت وتسمع كل حاجه في البيت، وما تلتقيش باي انسان خالص طبعا. والمذاكره طبعا احنا عارفين ان طالب ثالثه ثانوي ده هيعمل زي العزل بالظبط. فخلي بالكم، وان انتوا برضو تروحوا عن نفسكم شويه وتذاكروا برضو وتهتموا بنفسكم، تمام. بالنسبه للمذاكره والمواد الاساسيه اللي عندك، اول حاجه حابه اقولها لك ان المذاكره او كل ماده يعني لازم تاخد حقها. بالنسبه للمذاكره او المواد الاساسيه اللي عندك، طبعا مش محتاجه اقول لك ان كل ماده محتاجه انها تاخد حقها. ادي لكل ماده حقها من حيث المذاكره والمراجعه والحل. والحل ده اساس معانا، الحل هو اساس، لانك لو بتعرف تحل كويس في اي ماده، فبكده انا اقدر اقول لك ان انت شاطر في الماده دي، او مستواك عالي جدا فيها. لان الحل هو اللي احنا محتاجينه او محتاجين نوصل له، هو النتيجه النهائيه اللي احنا محتاجينها، واهم حاجه احنا محتاجين نوصل لها هي الحل. فدايما حل كتير في اي ماده. ده انت مش بتعرف تذاكر فيها كويس او مش بتعرف تحل فيها، يا ريت تواجه مشكلتك فيها من اول شهر، وتبدا على طول ان انت تحط حلول للماده دي، وتبدا تغير المدرس مثلا، او تغير طرق الشرح او طرق المذاكره اللي انت بتذاكر بيها، او تشوف لها فيديوهات شرح كتير، وتبدا تحل كتير من اكتر من كتاب او اكتر من مصدر، وتبدا على طول ان انت تحل كتير وتشوف مشكلتك فيها اتحلت ولا لا، تمام. عشان تبقى على النور من البدايه كده، وعارف المواد اللي انت عندك فيها نقاط ضعف او ما انت شاطر قوي فيها. تاني حاجه معانا وهي النوم. النوم طبعا مفيد جدا، ولازم ننام من 7 ل 8 ساعات في اليوم، ما يزيدوش ولا يقلوا، تمام، عشان في ناس بتنام كتير. النوم هو اللي بينظم اليوم، وكمان بيديك طاقه ونشاط، وبيجدد نفسيتك كده ان انت تذاكر وان انت تكمل وان انت تبقى صاحي كده عندك نشاط ان انت تكمل، وانت تبقى مركز في الشرح بتاع الدروس بتاعتك، وبتعمل التو دو ليست بتاعتك كل يوم، وبتذاكر الحاجات اللي عليك. فلازم تنام وما تجيش ما تجيش ابدا يعني على النوم. وطبعا الاكل، في ناس بتستهتر بالاكل، يعني اكتر الناس اللي بتتعب في ثالثه ثانوي بسبب بسبب الاكل. طول الدروس وانت في الدروس لازم تشرب ميه كتير. في ناس بتنسى انها تاخد ازازه ميه، او بتنسى اصلا تشرب طول اليوم، وده بسبب مشاكل كتير. وانا عن تجربه شخصيه، انا حصل لي مشاكل كتير بسبب ان انا ما كنتش بشرب ميه اثناء الدروس، فحصل لي مشاكل صعبه. فان انا
كنت باتعالج بسبب الموضوع ده، فلازم تشربوا مَيّة كتير في تالتة ثانوي يعني بالذات، أو في أي حاجة في ناس بتنسى إنها تشرب مَيّة، تمام، ولازم يبقى معاك سناك إن أنت دايمًا طول ما أنت في الدروس أو أنت بتذاكر قدامك على المكتب إزازة المَيّة بتاعتك، وكمان مثلًا أي حاجة تاكلها وأنت بتذاكر أو أنت في الدروس عشان إيه، تجدد نشاطك كده وما تدوخش أو ييجي لك أنيميا زيي، تمام. بالإضافة إلى إن أنت دايمًا حاول إن أنت تقلل من الكافيين وما تشربش كافيين كتير، بسبب التوتر اللي إحنا فيه دايمًا بنشرب كافيين كتير، بنبقى مدمنين قهوة في تالتة ثانوي بالذات، فنحاول نقلل من الكافيين اللي إحنا بنشربه، ونحاول ناكل أكل صحي من البيت، وخاصةً بقى ركّزوا على الأوميجا 3 كتير، إن أنتم تاكلوا مثلًا أسماك أو تاكلوا بيض أو لبن أو لحمة أو حاجات كده يعني original يعني من البيت أو من الطبيعة، ما نحاولش إن إحنا كل أكلنا يكون من برّه، تمام، بلاش أكلنا كله يكون من برّه، لازم ناكل إيه، من البيت دايمًا. أكلنا يكون صحّي عشان صحتنا تكون كويسة وذاكرتنا تكون قوية وجسمنا يكون قادر إنه يستحمل كل الضغط اللي علينا، تمام. آخر حاجة معانا في الفيديو ده وأهم حاجة وهي الصلاة، بجد لازم تستعينوا دايمًا بربنا، وزي ما بنقول كده وإذا استعنت فاستعن بالله. استعينوا بالله طبعًا ونعم بالله، لإن ربنا هو المعين الوحيد ليك وهو اللي يقدر يحقق لك كل أحلامك، ودايمًا ندعي ربنا بتيسير الحال وتيسير الفهم والمذاكرة، وإن ربنا دايمًا يكون معاك وإنه يقويك دايمًا على الطريق بتاعك وإنه يحقق لك كل أحلامك، فيا ريت دايمًا تستعينوا بالصلاة وإن أنتم تصلّوا وتدعوا كتير وتقرأوا الورد القرآني بتاعكم، لإن ده هيفرق في نفسيتكم وهيفرق كمان في راحتكم وهيفتح نفسكم للمذاكرة، ودايمًا كده خلّوا عندكم ملجأ هو ربنا يعني الملجأ الوحيد أو الملجأ الأول والأخير، خلّوا ربنا دايمًا هو الملجأ بتاعكم، لإن ربنا دايمًا هو اللي بيحل لنا كل مشاكلنا وهو اللي بيساعدنا إن إحنا نقوم من تاني أو نقوى، فخلّوا دايمًا كده في مساحة بينكم أو في علاقتك بربنا تكون كويسة، طول السنة لازم تصلّي وفي أي وقت يعني لازم نصلّي، تمام، صلّي لو أنت مش بتصلّي، احتفظ أو حافظ على الوِرد بتاعك من الذكر والقرآن، لإنه هيساعدك كتير جدًا إن أنت تقرّب من ربنا، وكمان ادعي في كل صلاة، ما تسيبش صلاة إلا أمّا تدعي فيها لنفسك وتدعي فيها لأي شخص أنت بتحبه، لإن ربنا دايمًا بيستجيب الدعاء، وادعي وأنت على يقين إن ربنا بإذن الله هيستجيب ليك. فلسه قدامنا الطريق طويل، فبلاش نستهلك نفسنا وطاقتنا في حاجات ما ترضيش ربنا، ربنا دايمًا ينفع بينا ويستعملنا في الحاجات المفيدة واللي فيها نفع لينا دنيا وآخرة، وكمان عاوزة أقول لكم إن كده خلصت الفيديو بتاعنا النهارده، وأتمنى الفيديو ده يكون عجبكم واستفدتم، وأتمنى كمان إن أنتم تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو ده وكومنت لطيف عشان تثبتوا وجودكم، وأتمنى إن أنتم تكونوا حبيتوني وحبيتوا المحتوى الجديد أو اللي أنا يعني بدأت إن أنا أقدمه الفترة الأخيرة، وأتمنى إن أنا أشوفكم كتير في الفيديوهات الجاية، وبإذن الله الجزء التاني هنتكلم عن حاجات من الكومنتات بتاعتكم، وهاتكلم عن حاجات تانية كمان خلال تالتة ثانوي أو قنوات أو حاجات أو مصادر تعملوها تستخدموها يعني في المذاكرة وكده يعني، فأتمنى إن أنتم تعملوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وكومنتاتكم اللطيفة أنا باقرأ كومنتاتكم بكل حب، فيا ريت تعملوا كومنتات لطيفة لإني باحب الكومنتات بتاعتكم جدًا يعني، وبس كده أشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام.